طبعا لو كملنا الجزء الثالث معانا، لان فيه جزئين قبل كده لو انت ما شفتهمش ممكن ترجع تشوفهم. احنا هنا في الدور الثالث من الفيلا، فيلا تاج سيتي. زي ما انتم شايفين السلم برضو اسود موركيني، مخرجين ليد في كل السلالم، حاجه شياكه. عاملين سنسور حركه هنا عشان يقفل معاك، في سنسور حركه تحت يفتح معاك الليد، وسنسور حركه هنا يقفل معاك الليد. عندك الاناره بتاعتك تمام، كل حاجه معموله باحتراف الحمد لله. ده توفيق من ربنا في الاول والاخر، ومش شطاره ولا حاجه، لا توفيق ربنا في المقام الاول. عندنا هنا في المنطقه دي كده منطقه طرقه كبيره زي ما انتم شايفين. عندي هنا في كونسول محطوط هنا، عندي في هنا غرفه تانية على الروف. عايز اقول لك استغلال مساحه امثل، مفيش في متر في الفيلا مش مستغل، مفيش متر في الفيلا مش مستغل. دخلت من الباب الاناره بتاعتي كلها موجود زي ما انتم شايفين. عندي هنا السرير بالليد اللي في تجليد السرير. عندي هنا كان في غلط بسيط اتعدل واتظبط في علبه التيار الخفيف اللي هي علبه الساوند سيستم. فكل حاجه لازم أن تبقى انت عارف انت بتعمل ايه. برضو هنا التعديله دي جت من الاباليك اللي بره عشان الواجهه كانوا هم حاكميننا فيها ككومباوند يعني. عندك هنا في مكتب وتسريحه وتكييف موجود، الشاشه بتبعد عن التكييف خلي بالك. ففي تفاصيل يعني في تفاصيل. انا مش عايز اطول عليكم، وبالتالي هتلاقي في حاجات كتيره جدا ما بلحقش اقولها في اللي انا بقوله ده. يعني ممكن نقول 30-40% من الشغل اللي بيتعمل والمجهود اللي بيتبذل مجهود كبير جدا. عندي حمام رئيسي هنا في الروف، نفس الفكره بكل حاجه. مجموعه السخان الفوري بالمحبس، السخان الفوري 3 اطراف 2.6 مللي، واحد 2 مللي ارث، بيبقى طويل بره الخرطوم حوالي متر، خارج بره 1 متر. عايز اقول لك احتراف التفاصيل. عندك هنا المخرج تمام زي ما انتم شايفين. هنا الشاور بتاعي، هنا القعده بتاعتي، المخرج بتاعها موجود، كل حاجه مظبوطه، المحاره مظبوطه، مستلمينها تأكيس تربيع زوي، كل التفاصيل اللي تتخيلها ان المحاره بند مهم جدا ورئيسي معانا. فهنا في الدور الثالث اللي في الفيلا، وزي ما قلت في جزئين قبل كده في الفيلا دي، اللي هو الروف، السلم خلصناه، عندنا هناك الحمام، عندنا الغرفه اللي جوه، عندنا في هنا اناره، عندنا هنا في لوحه رئيسيه، نفس الشغل بنفس التفاصيل بنفس الحلاوه واللذاذه زي ما انتم شايفين. في هنا ترمله موجوده، في ترقيم موجود، في شغل معمول باحتراف، اللوحه نظيفه بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. عندك اللوحه هنا برضو نظيفه، واللوحه هنا جميله، السلك الدش كله طالع لفوق، حاجه معموله باحتراف ومتحافظ عليها الحمد لله. عندنا هنا الروف طبعا برضو زي ما احنا قلنا واتفقنا ان في اول الكلام ان كل حاجه في الفيلا مستغله بشكل احترافي الحمد لله. عندك الاضاءه بتاعه الروف موجوده هنا تمام، وعندك هنا البراست، كل الحجر ده هيترمم ويتعدل ويتظبط مفيش في اي مشكله. عملت هنا حوض ببريزه خدمه عشان اعمل البار هنا. ففي الكلام ده استسمحكم بقى ان انا البس النضاره بس عشان الشمس. فعندنا هنا في 3 ابلايت هنا كده موجود، وعندنا في هنا برضو 3 ابلايت موجود، الكهرباء طالعه. عندي في هنا حته كده طايره عاليه خشب مخرج لها 2 برايز، والاضاءه بتاعتها شوف التقفيل وشوف الاحترام وشوف تطلع في اي مكان في اي حته هتلاقي تفاصيل وتلاقي شغل محترم. السلك بتاع كل تكييف مربوط بتأسيس التكييف بتاعه، كل سلك رابط بالكمبرسور بتاعه وطالع حوالي 3 متر عشان لو حبيت تحط الكمبرسور هنا تقدر ان انت يبقى معاك مساحه. البيبه كلها محطوطه ومتطببه زي ما انتم شايفين. عندك هنا في المنطقه دي ان شاء الله هنحاول ان احنا نحط هنا تكييف وهنا تكييف في المنطقه دي كده، ونقفلهم بسي ان سي ابلايت. عندك خدمه هنا هنا في 3 ابلايت تحت عشان ينوروا من تحت. عندك في هنا كافي بار برضو تاني هنا بالحوض بالخدمه بالبرايز اللي موجوده فوق. طبعا هنا كان في تأسيس للصواعد عشان كده الدش كله طالع فوق، اللي هو طبق الدش بتاع التلفزيونات والشاشات فوق. فعشان كده احنا خدنا خرطومين 23 نطلعهم فوق. وطبعا الحجر هنحافظ عليه على قد ما نقدر، والحجر ده متشال وموجود زي ما انتم شايفين اهوت مرتب منظم عشان اعيد استخدامه تاني تمام. عندي كل حاجه معمول حسابها زي ما انتم شايفين، تغذيه كهرباء. عندي في هنا برجوله كبيره جدا، وعندي في هنا بول. فعشان احافظ على الشوت بتاعي وانا قاعد، واحافظ على الرؤيه بتاعتي، واحافظ على فخامه الفيلا، عليت انا البرجوله دي ان شاء الله هتشوفوها. عملت لها درجتين
وابتديت ان انا اخلي فيه هنا براجوله عاليه كده درجتين عشان اللي قاعد هنا يلقط معاه البول وهو قاعد. كل تاسيس الكهرباء متاسسه في هنا تاسيس شاشه زي ما انتم شايفين اهوت. تمام. طبعا السلك ما بتسيبش كده في الارض، لا الناس لسه شغاله، ولكن هنحط شكاره كده، نحط شكاره وندخل السلك ده في شكاره ونحط عليها طوبه كبيره كده ونسيبها. طبعا دي كل الكمبرسات بتاعت تكييفات الكونسيل خرجناها فوق، كانت محطوطه طبعا في المخزن، ولكن طلعناها فوق عشان الناس تقدر تشتغل في الغرفه اللي احنا عاملينها مخزن. فمش هنفضل طول الوقت حاطين غرفه مخزن وسايبينها وناسيينها، لان احنا داخلين على شغل الرخام ان شاء الله. ده ببساطه كده استغلال المساحه اللي موجود في الروف معانا، سواء اوت دور او ان دور جوه. حاجه محترمه جدا. حاجه عايز اقول لكم ان التفاصيل اللي موجوده اللي احنا قلناها دي حاجه بسيطه جدا من الشغل اللي احنا بنعمله. فعود نفسك ان مفيش حاجه اسمها الرخيص حلو، لا. انا واخد قاعده كده في حياتي ان الغالي رخيص في اي حاجه، في شغل، في صنعه، في حاجه بشتريها ليا، في حاجه في شغلي. الغالي رخيص. الحاجه الغاليه اللي اجيبها غاليه، او الشخص الغالي رخيص بالنسبه لي، لانه هيوفر عليا قدام. اشوفكم في الجزء الرابع في اللاندسكيب. سلام.